مرحبا وحياكم الله وين ما كنتم. مثل ما تشوفون طبقنا اليوم هو شنو؟ باقلة بالدهن او تشريب الباقلة. طبعا اكلة عراقية، ممكن نقول عليها تراثية، كل الناس تحبها وتكون معشوقة العراقيين، وخصوصا اذا كانت معها بشكلات العيد، البيض والبصل الاخضر والبطنج. طبعا اللي يعرف هاي الاكلة راح يعرف شنو هو البطنج، وهي من النباتات اللي عطرية يبسوها ويحاولون يخلوها فوقها. وطبعا هذه الاكلة بدون الليمون ما راح تصير طيبة. مثل ما تشوفون دا نعصر فوقها الليمون ودا ناكلها احنا بالريوق، فتشي خيال ما اقول لكم عليه. اكيد راح تجربوها وراح تشوفوها. طبعا هذه الاكلة تكون كلش طيبة اكيد مع استكانة شاي، وخصوصا اذا كان استكان شاي معدل ويا الهيل فتشي. طبعا ما اقول لكم عليه، بس اكيد راح تسووها وراح تشوفون هاي الاكلة ايش قد طيبة. ما طول عليكم، اكيد تريدون تعرفون التفاصيل وشلون نسويها هاي الاكلة. اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله تشتركون بالقناة، وما تنسون تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، واكيد الاعجاب بالفيديو. وتعالوا وياي حتى نشوف شنو نحتاج. طبعا هاي الاكلة نحتاج الباقلة. هنا الباقلة او الفول اليابس اني نقعته قبل بيوم بمي دافي وخليت وياه ملعقة من البيكنج باودر، تركته ثاني يوم سلكته على بالبداية على نار عالية وبعدين على نار هادية لحد ما استوى مثل ما تشوفون هنا عندي. هحاول اراويكم بعد ما استوت. حاولت اخلي الباقلة في صحن لحاله او ماعون حتى اقدر انقع بيها الخبز. طبعا انا استخدمت هنا خبز عراقي اني مسويته، راح انزل لكم فيديو اكيد طريقة عمل الخبز. وهاي الخبزاية اللي اني سويتها، وممكن نسويها بالطاوة او المقلاية. طبعا طريقة سهلة ومريحة وما تاخذ وقت. بعد ما ثردت او قسمت الخبز ووضعته في السائل او مي الباقلة مثل ما تشوفون. دا احاول اسرد او اقسم الخبز وبعدها اضعه على النار تقريبا فد 5 دقائق حد ما يذوب شوية ويصير لين الخبز. وراها راح اخليه افرغه في صحن بدون المي مثل ما تشوفون هنا. انا طبعا خليته بمنجاسة كبيرة. هذا هو الخبز. ووراها راح نحتاج الى بيض. مثل ما تشوفون هنا البيض حاولت اطرقهم اثنيناتهم او اخلطهم مثل ما نقول لحد ما يتساوون واقليهم في الطاوة او المقلاية. طبعا هنا راح اخلي كمية غزيرة او كثيرة من الدهن. هنا زيت النباتي العادي استخدمته، وراح ادير بعد ما ينحمي اتأكد انه حمى الزيت راح اخليه البيض اللي خلطته. بعد ما استوى عندنا البيض حاولت اوزع الحبات الباقلاء او الباقلة فوق الخبز اللي نقعته بالتشريب الباقلة. وهسه راح اضع فوق من عنده الزيت المغلي وايضا البيض اللي قطعته.
طبعا اكو عندنا هنا نبتة او اوراق من مثل النعناع، ممكن تستخدمون النعناع او البطنج، هي نبتة معروفة نستخدمها كمطعم لها، يعني ينطيها بالطعام كلش طيب. فهنا أنا أخذت كمية قليلة وحاولت شلون نقول أدعسهم وأرشها فوق الباقلة بالدهن، ينطيها بالطعام وينطيها فشي. طبعا بدون هاي البطنج ما راح يصير. طبعا وضعته بصحن أكبر، لأنه لاحظت الصحن الأول كان صغير، مو زي ما تشوفون. هذا صحن أو أكلتنا باقلة بالدهن أو تشريب الباقلة، إلى جانب الحبشكلات، البصل الأخضر والليمون والبطنج. وهسه راح نعصر الليمون فوقه حتى يصير الطعم مو طبيعي. طبعا أتمنى لكم فرجة ممتعة، وإن شاء الله تعجبكم الطريقة وسووها حسب ما أني سويتها. وألف عافية مقدمة. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ولا تنسون اللايك. وألف عافية مقدمة.